السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم النهاردة معايا. عايزة تعملي الرز بلبن اللي الوش بتاعه مكرمش؟ تعالي النهاردة هعرفك أسهل وأجمل طريقة، طريقة المحلات. هنجهز مع بعض النهاردة الرز باللبن. معايا كوباية من الرز المصري، غسلتها طبعا ورفعتها على النار بكوبايتين ونص من المية، سبتها لما استوت. معايا هنا رتل ونص من الحليب، ضفت عليه كوباية إلا ربع من السكر، كيسين من الفانيليا، معلقة ونص من الكريم شانتيه. معايا هنا 3 معالق او 3 معالق ونص من النشا. هدوبهم كده في ربع كوبايه من الحليب، وهبدا انزل بيهم على الحليب بتاعي. طبعا الحليب انا غليته وسبته بقى لغايه لما برد وعمل بقى وش القشطه بتاعه. خلاص الرز عندي استوى، نزلت بكل الخليط اللي انا مقلباه في بعض. تقليبة اتنين تلاتة، الله أكبر على القوام والجمال والريحة. هتاكلي بقى طبق رز بلبن عالمي. والله يا جماعة أتحدى بيه أي محل في الدنيا، الطعم رهيب. الكريم شانتيه بيديله غنى مش قادرة أوصف لك قد إيه. طبقة القشطة اللي بتبقى على الحليب بتخليه زي العسل. هتفرغي بقى طبعا أو هتغرفي كل الأطباق بتاعتك أو البولات بتاعتك، تزيني بقى فوق جوز بزبيب، عايزة ترشي رشة قرفة، أي مكسرات موجودة عندك. وبعد كده تسيبيه يبرد خالص ودخلي على التلاجة، وشوفي بقى الوش المكرمش القمر الكريمي، الطعم بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الروعة. أتمنى تجربوه بالطريقة بتاعتي. بس أهم حاجة قبل ما تدخليه التلاجة يكون برد خالص، ما تدخليش الأطباق بتاعتك أو البولات بتاعتك على رف التلاجة وهو سخن. أتمنى الوصفة تعجبكم وأتمنى تجربيها، هتنفعك جدا.